ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. معاكم منى حسن في فيديو جديد، وصفه جديده. قبل اي حاجه صلوا على النبي يا جماعه، بنيت ان ربنا يحقق لكل واحد الحاجه اللي نفسه فيها وبيتمناها. تمام. وكمان ما تنسوش تحطوا لي لايكات كتير، وتشتركوا عندي في القناه، وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير زيكم، وتشجعوني ان انا اعمل لكم حاجات احلى واحلى بكتير. تمام. هنا بقى كنت بعمل كده فيديو خفيف ولطيف وظريف كده، حاجه حلوه قوي باذن الله هتعجبكم. كنت بعمل يعني بحول الشوكولاته العاديه للشوكليت شيبس، اللي هو بقى يعني تستخدميها بقى في كوكيز، في كب كيك، في حاجات كتير. انا باذن الله هعمل وصفات منها حلوه. انتظروا بقى الفيديوهات الجايه باذن الله. تمام. كنت هنا كده بسيح الشوكولاته على حمام ميه، يعني بجيب حله بحط فيها ميه اسيبها تغلي، وبعدين بحط الشوكولاته في طبق واسيبها تسيح على البخار كده، بتاع البخار بتاع غليان الميه اللي طالع لي من تحت الطبق. تمام. بس يخلي عندك يعني فكره ان الطبق او الشوكولاته ما يجيش عليها ميه خالص من الميه اللي تحت، من الميه اللي في الحله اللي تحت. ممكن مثلا الغليان وكده الحله تبقى مليانه يعني، فيجيب ميه على الشوكولاته من فوق. فلو جاب ميه، لو الشوكولاته طالها ميه، يبقى هي خلاص كده هتقفش معاكي ومش هتبقى حلوه خالص يعني. انا كده خلاص كنت بقى شلت الحله من على النار، فهسيبها بقى تكمل ان هي تسيح يعني على البخار بس كده عادي. هبدا بس ان انا اقلب فيها كتير، بحيث ان هي لو فيها تكتلات او فيها زي تخريز كده يفك معايا زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. هفضل اقلب فيها جامد بحيث ان انا بس افكها كلها حلوه قوي، ما يكونش فيها تكتلات ولا تخريز ولا اي حاجه، اوصل معاها للنتيجه اللي انتم شايفينها دي. تمام. زي ما قلت لك خلي بالك ان الشوكولاته ما يطلهاش ميه من الحله اللي تحت، ما يجيش عليها ميه خالص. لو جه عليها ميه خلاص كده مش تبقى نافعه معاكي اصلا. في الوصفه اللي انا بقولك عليها دلوقتي دي هجيب بقى هنا. هو المفروض ان انا كنت اجيب كيس حلواني، بس انا الصراحه بعد ما عملت سيحت الشوكولاته جيت ادور ما لقيتش عندي، فاللي هو ايه قلت هتصرف واحطها في كيس تلاجة عادي. بس خلي بس الشوكولاته تهدى شويه، ما تبردش خالص، عشان لو بردت هتجمد منك تاني. لا خليها بس تهدى شويه عشان بس اعرف احطها في الكيس يعني. وهربط الكيس بالشكل ده، وهقطعه بقى من الطرف بتاعه كده بالمقص، قطعه بسيطه. وهنا دي كان معايا ورقه زبده، هبدا بقى ان انا احط عليها الشوكولاته. زي ما قلت لك لو انت عندك الكيس الحلواني تقطعيه برضو، تحطي فيه الشوكولاته وتقطعيه من تحت كده قطعه بسيطه، هديكي نتيجه احسن من كده يعني، وهديكي اشكال تقريبا مرتبه احسن من الكيس اللي انا عملت بيه ده. بس انا ما لقيتش فقلت اتصرف يعني. هو طلع حلو مش وحش، بس النتيجه مش متساويه زي ما كنت اطلعها بالكيس الحلواني. فاهمين؟ هي الوصفه دي يعني ال 100 جرام اللي انت شفتوه او المكعب ده هيطلع معايا كميه حلوه قوي، هيطلع معايا كميه شوكليت شيبس حلوه، اللي هو انت تقدري تستخدميها في كل الحاجات بعد كده يعني. حاولي بس ايدك تظبط الاشكال كده بحيث ان هي تعملهم كلهم شكل تقريبا واحد يعني، بحيث ان الدنيا تبقى منظمه يعني. ان انا انقط كده بالشوكولاته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وزي ما قلت لكم ان الشوكليت شيبس دي ممكن تدخلوها في حاجات كتير، زي الكوكيز، زي الكب كيك، تحطيها على وش الكب كيك. مثلا ممكن تعمليها يعني انا ممكن مثلا هعمل زي مولتو وتحشيها في المولتو، بحيث ان هي مثلا هتوفر عليك ان انتي هتقطعي الشوكولاته او مثلا يبقى مكعب كبير ومكعب صغير. لا. تمام. زي ما قلت لكم باذن الله انتظروا فيديوهات هعمل فيها وصفات حلوه يعني هتعجبكم ان شاء الله. انا بقى كنت خلصت كل الكميه، هسيبها بس احنا في الشتاء، فهي اصلا 10 دقايق هتلاقيها خلاص هي نشفت او هي جمدت، مش محتاجه ان انا ادخلها التلاجة. على ورق زبده كده هتلاقيها اصلا هي نشفت لوحدها. لو احنا بقى في الصيف مثلا وبتعملي الحته دي دخليها التلاجة شويه. هبدا بقى ان انا اشيل فيهم كده، وهفكهم بقى من ورقه الزبده، هم هيفكوا لوحدهم. ورقه الزبده دي انا مش دهنها اي حاجه، هي بس كده عاديه يعني، مفيهاش اي حاجه ان انا ادهنها بيها. تمام. وزي ما قلت لكم لو انتوا وصلتوا للحته دي في الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه عندي، وتحطوا لي لايكات كتير، وتكتبوا لي كومنتات حلوه زيكم. انا مش عارفه القناه بتاعتي بصراحه فيها ايه يعني. انا بحس ان تعبي ومجهودي بيقع يعني الصراحه يعني.
المشاهدات عندي على اخر فيديوهات يعتبر ميتة اصلا. فمش عارفه بقى المشكله دي عندي ولا عند الناس كلها، فياريت لو حد يعرف يعني يكتب لي في الكومنتات. فان شاء الله الدنيا يعني تظبط بقى وترجع معايا زي الاول. يعني ان شاء الله انا كل ما ادخل اشوف الارقام بتاعت المشاهدات على الفيديو صراحه بيجيلي احباط. بس مش عارفه دي مشكله في اليوتيوب عشان بيحدث للسنه الجديده ولا ايه يعني. فان شاء الله يبقى المشكله مش من عندي يعني. يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، وباذن الله يعني كان الفيديوهات بتاعتي تعجبكم يعني. وحتى لو اي حد فيكم يطلع لو باستفاده بسيطه يشترك في القناه ويحط لي لايك، عشان اللايكات بترفع من الفيديو، بتخلي الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ان هي تشوفه يعني. تمام. هنا بقى كنت خلصت اهو. قد الشوكولاته اهي شكلها يعني، هي ما تفرقش عن اللي بره. كده كده هي اصلا لو اتحطت مثلا في كوكيز وكده بتسيح يعني، هي بس بتبقى مديه شكل خفيف كده، بس هي اصلا بتبقى سايحه يعني. وال100 جرام اللي كانوا معايا طلعوا لي ما شاء الله كميه حلوه يعني، تكفي حاجات كتير. هنا بقى الشكل اهو بوريكم شكلها. ولو وصلت لحد هنا زي ما قلت لك حطي لايك واشتركي في القناه عندي، ويا رب اكون ضيفه خفيفه على قلبكم ان شاء الله تجربوها وتطلع احسن من كده بكتير. اسيبكم بقى في رعايه الله ان شاء الله، اسيبكم في رعايه الله. توحشوني قوي لحد الفيديو الجاي. مع السلامه. زي ما قلت لكم شجعوني كتير بقى.